الرز بالشعرية من حاجات كتير ناس بتواجه فيها مشكلة انها تعمله، مع ان هو في منتهى السهولة. طبعا احنا كلنا بنحبه، ودي من الحاجات المصرية الأصيلة اللي عندنا. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وزي ما انتوا شايفين سخن جدا وفلفل وتمام جدا. يا ريت يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. بمنتهى البساطة كوباية رز مصري من اللي احنا متعودين عليها، قدامها كوباية شعرية. لو حد بيحب يزود اوكي، لو حد بيحب يقلل، بس انا بحب اعملهم قد بعض. وبعد كده هنبدأ في حلة هنحط سمنة وزيت. السمنة عشان تدي الطعم اللي احنا بنحبه، والزيت علشان يديه لمعة وما يخلوهوش يلزق في بعضه. وهنبدأ ننزل بقى بعد كده بأول حاجة الشعرية. دي بس في تحمير الشعرية يا جماعة لازم نبقى واقفين جنبها، لأنها ممكن تتلسع بسهولة. فاحنا بنحط الشعرية وبنبدأ نحمرها. بنحمرها كويس علشان دي اللي بتدي شكل وطعم حلو للشعرية، للرز بالشعرية. وغسلنا الرز وحطيناه عليه، ويدوب بتاخد تقلبتين. يعني احنا بيفضل ان انت تاخدي تقلبتين معاها كده لغاية ما يمتزج اللي هي السمنة بالشعرية. ودي حاجة يعني تركة كده لازم ناخد بالنا منها، ان احنا لازم نقلب الرز مع الشعرية كويس. وبعد كده الحاجة التانية المهمة جدا ان احنا لازم نحط المية عليها تكون مغلية، تكون مغلية، نبقى طافيين عليها على طول. وبنحط لكل كوباية رز او شعرية كوباية مية، يعني احنا حاطين كوبايتين فهنحط قدامهم كوبايتين مية مغلية. وممكن طبعا تضيفي مرقة دجاج لو تحبي، وما تنسوش الملح. طبعا دي على حسب كل واحد وذوقه، بتحطيه بس يكون الطعم الملح حساس زيادة شوية، لان هو بعد كده بيتشربوا الرز والشعرية. وهنا الرز اتشرب المية، واحنا كنا معلين عليه النار. فهنبدأ ننقله في على حلة على عين واطية شوية، على نار أوطى. ويا ريت ما ننساش الشياطة علشان بتخلي الرز يستوي براحته. الموضوع ما بياخدش اكتر من نص ساعة بالظبط. وبيطلع رز في منتهى الجمال، وشايفينه دلوقتي هو خلاص اتشرب واستوى ومفلفل وبقى تمام جدا. وألف هنا وشفا.